بعد ما الجن استدعوا جنود المستقبل بأسلحتهم الفتاكة، انقلبت موازين القوى تماماً. صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. جيش الفراعنة العظيم كان بيواجه عدو من نوع جديد، عدو لا يفهم لغته ولا منطقه. الرصاص كان بيخترق الدروع البرونزية بسهولة، وصوت الانفجارات كان بيبث الرعب في قلوب أشجع المحاربين. الكهنة حاولوا يستخدموا سحر الحماية، لكنه كان ضعيف قدام قوة التكنولوجيا المدمرة. لأول مرة في تاريخهم الطويل حس الفراعنة باليأس الحقيقي وشافوا الهزيمة بعينيهم. لكن في وسط الفوضى دي، قائد من جنود المستقبل بدأ وعيه يرجع له. السحر الأسود اللي كان مسيطر عليه بدأ يضعف وهو بيشوف الدمار اللي بيسببه. بص حواليه وشاف وجوه المصريين القدماء، شاف في عينيهم نفس الشجاعة والإصرار اللي يعرفوا. شافهم وهم بيدافعوا عن أرضهم وعن عائلاتهم بنفس الروح اللي بيحارب بيها. أدرك في لحظة إنه مش بيحارب أعداء، دول أجداده. الدم اللي بيجري في عروقه هو نفس الدم اللي بيسيل على رمال المعركة دي.